ندخل في مسألة أخرى أو نقطة أخرى معك أشرف، موضوع الكتاب الأسود. الكتاب الأسود المثير للجدل، اسم السيد أحمد الملاعي وجد في الكتاب الأسود. بارك الله في سي مرزوقي على جانب كبير من اللطف والاعتراف بالجميل وغير ذلك. شوف يا حبيبي، من عامين ونصف شفت المزابل اللي انتشرت في الأحياء حتى الراقية في كل المدن وإلى غير ذلك. أنا أعتقد أن هذا هي الزبالة متاع قصر كرتاج خرجها السيد منصف المرزوقي. في الكتاب الأسود أحمد المناعي بماذا اتهم؟ لا، خلينا قبل ما نحكي لكم قصة يعني بسيطة عن قصر كرتاج وعلاقته. في الشهر الثاني يعني بعد وصول السيد بن علي للحكم، فتولت رئيسة عفوا زوجة رئيس الدولة آنذاك، زوجته الأولى، استقبال نساء الوزراء. فحضروا كلهم يعني يحبوا يكتشفوا شو قصر قرطاج وشو بالخصوص يعني المرأة الجديدة وهالرئيس الجديد إلى غير ذلك. ورجعوا كل واحد لدارهم. ثم واحدة مرتوزية مش نذكر اسمه، جوها صاحباتها قالوا لها شو الدنيا وشو قصر قرطاج واللي كانت فيه لا وسيلة. قالت يا خسارة، هو قصر هذا مجمع للقعر. سيبنا علي كرجل أمن يعني الشاردة والورد يعني تصل له. بعد نهارين نادى الوزير زوج المرأة هذه وقال لها فلان انت مرتك قالت فينا قعر ولهذا بر إن شاء الله وأقاله. مش عارف الآن يعني لحد الآن ما سمعتش أنه قصر كرتاج استدعى نساء الوزراء، ربما لأنه ليس هناك يعني زوجة للرئيس. لكن وددت لو تم ذلك وتوصلت إلى معرفة يعني رأي نساء الوزراء في قصر قرطاج. يا سيدي الكريم، شو هالكتاب هذا ليس بالكتاب، هو كدس من الأكاذيب فيما يخص على الأقل المعارضين، لأني لست الوحيد الذي ذكر المرحوم صالح كركر، ذكر المرحوم علي السعيدي، ذكر السيد. كنت تأسفت على ذكر الأسماء هذه في الكتاب الأسود. أنا واقف حي أرزق، أستطيع أن أدافع عن نفسي، وسيرى السيد المرزوقي أنني لازلت على شباب 40 و50. أما أن يذكر الأموات فهذا لا يغتفر، لكني أعرف الأسباب الحقيقية في ذكر المرحوم صالح كركر. أسباب شخصية وخلافات شخصية حسب رأيك؟ لا، مش بينه هو والمرحوم صالح كركر، بالعكس يعني كانت علاقاتهم طيبة فيما أذكر. لكن هناك شنو الأسباب سي أحمد ميساج؟ خلينا نكونوا مباشرين، تو تقول نعرف ميساج حتى نحبوا نعرفوا معك. شنو الأسباب؟ ما يمكن معرفته، حاسك متحفظ شوية على الأسباب. يعني في الحقيقة نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الحديث عن الشؤون الخاصة للعائلات، لكن في قضية صالح كركر هي قضية عائلية. واحد من المسؤولين الآن في القصر الرئاسي كان متزوج بنت المرحوم صالح كركر، وقع الفراق ما بيناتهم في أقل من 3 شهور تقريبا، وانتهت يعني، وتصورت أن الخصومة انتهت يعني، الناس يتلاقوا يتفارقوا يتلقوا وكل واحد يعني يمشي بالسلامة. فإذا به يعني تخرج الأحقاد والضغائن يعني بعد 20 عام من الزواج. تم الزواج في 91 و 92. اي معناتها شنو دخل هذه في مناضل كيما احمد صالح كركر؟ يعني مشكله شخصيه عائليه، مشكله شخصيه. هذا سؤال يطرح نفسه اليوم. يعني فيها في الاخبار اللي فيما قيل عن صالح كركر لا يمكن ان يخرج ان ياتي الا من يعني علاقات عائليه. شو نقول لك هذا؟ عندي ثم اللي المناشير اللي صدرت ضد المعارضين في الخارج، ثم 4 عناوين، وما تحدثوا عن واحدة برك اللي ماسك مش صحيح. يعني هناك ثم لفاي، وهناك كل شيء بالمكشوف، ثم أيضا هناك نشرية رابعة
صادرة عن لجنة شرعية للمحاسبة، وهذه يتم بالخصوص يعني النهضة. لم يقع ذكر أي من هذه العناوين، وقع ذكر فقط لماسك. ولماسك هذه صدرت لحوالي 6 شهور أو 7 شهور، فيما بين بداية 97 حتى نهاية 97. ثم بعد خرجوا لفاي. رجعت البعض اليوم يعني قبل ما صار نوع من الانتقائية معي في اختيار يعني شو هي مراكز مختلفة تصدر الشيء هذا. مش لاتيسيو عندما تأسست في 91 تأسست من أجل تلميع صورة تونس، ثم فيما بعد تحولت إلى تلميع صورة الرئيس، وتورطت يعني بالخصوص في نهاية 92 في المحاكمة متاع المنصف بن علي في الكسكس كونكشن. وقتها بدأت تهاجم، لكن تهاجم أنا يعني نذكر عندي الوثائق المتصلة بهذا، يعني مهاجمة سياسية. في أنا وعلي السعيد رحمة الله عليه والمنذر صفر يعني لعبنا دور في قضية هالمحاكمة هذه، وعلى إثرها أسسنا اللجنة التونسية للاستقالة المطالبة باستقالة بن علي في جانفي 93. وبدأ وقتها بدأت هجومات لاتيسيو، لكن باللونتيت، وفي العموم يعني منشوراتها كانت موجهة للإعلام الفرنساوي يبعثوا به الإدارة إلى ذلك. في الرجوع لموضوع الكتاب الأسود سيد أحمد، اليوم السؤال المطروح والطلبات اللي طالبوا بها خاصة المكونات المجتمع المدني بكشف أرشيف البوليس السياسي، لكن رئاسة الجمهورية فاجأت الجميع بكشف الكتاب الأسود اللي ضمن أكثريته ويتحدث على الصحفيين والجامعيين. أنت تحدثت على الأرشيف البوليس السياسي واعتبرته قنبلة نووية موقوتة يمكن الدخل البلاد في الفوضى. ترى أنت ممكن بعد صدور الكتاب الأسود هذا ينجم يطلع أرشيف البوليس السياسي في وقت معين مستقبلا أنا كورقة سياسية يمكن اعتمادها؟ يعني شوف، اللي بيش يخرج يعني الأرشيف هذا يريد أن يفجر المجتمع التونسي. يعني بصراحة خلينا نسأل، يعني شو مصلحة تونس ومصلحة التوانسة في أنه يطلعوا؟ أنا كأحمد المناعي مثلا نطلع على أنه واحد من أقربائي هو اللي كان يبعث فيها في التقارير، ولا مرتي ولا أخويا ولا كذا. تعرفوا في وقع يعني طرح المشكل في ألمانيا الشرقية مع ستازي، عندما سقطت يعني ألمانيا الشرقية، كثير يعني ذكروا وفكروا في قضية الأرشيف، فشافوا أنه يعني هذا ما انتهوا إليه يعني مفكرين مثقفين سياسيين، أنه راهي هذه قنبلة موقوتة فجر المجتمع. يعني العلاقات البشرية العلاقات العائلية خلاص تنتهي وتتفكك. شكون عنده مصلحة في تفكيك أواصر الأخوة والصداقة والقرابة؟ ولكن المحاسبة مطلوبة سيدي. لا من أجرم من هؤلاء حتى وإن كانوا فما علاقات شخصية وعائلية وفما ناس باش يضر. تحب أقول لك هي قضية قناعات. أنا لا أعتقد أننا في المجتمعات العربية، وظهر ذلك في أكثر من بلد، أننا قادرين على الإنصاف والعدل. اللي شفناه في العراق، واللي شوفوا فيه الآن في ليبيا، واللي شفناه في أكثر من بلد عربي، هي عمليات انتقامية. يكفي باش الواحد يتعرف على أنه هذا هو الذي أوشى به أو الذي كذا ليقتله أو يقطع معه. لا، نحن بكل أسف ما احناش في مستوى العدل. ثم أشياء يعني أخيرا كنت نتحدث معنى يمكن الكشف على أرشيف البوليس السياسي هذا، لكن مش في المرحلة هذه. لا ممكن أولا في نطاق القانون، الذي قام به السيد منصور مرزوقي هو عمل وانتهاك للقانون، وهي خيانة للمؤتمن، لأنه الأرشيف هذا مؤتمن عليه. لكن هو ضامن اليوم أنه ما يتمش الكشف عن أرشيف البوليس السياسي كما تم الكشف عن الكتاب الأسود. وإذا كان تذكروا بعد 14 جانفي مش في القصر الرئاسي مش شفنا أرشيف ما شفناش، شفنا يعني سبائك الذهب، وشفنا الأموال يعني بالأكواب، وقالوا ثم حتى الزطلة. وين الزطلة؟ وين الأموال؟ وين الذهب؟
ما ثم الا الزبله هذه اللي خرجها سي موسى المرزوقي. علاش في تقديرك سي احمد، باش ما ندخلوش برشا في تفاصيل الكتاب، علاش في تقديرك تم ادراج اسم احمد المناعي في الكتاب هذا؟ شنو علاقتك بمنصف المرزوقي؟ او سؤال مباشر وواضح. يشهد الله اني الى سنوات عديده مضت يعني اكون له كل التقدير. علاقتي به كانت في اكتوبر 81. في يوم من الايام زارني صديق و عبد الحميد هاشم، يومها نجح في الاغريغاسيون، هو جراح عظام، وتسمى في المستيرجا باش يشوف الوضعيه. ما عجبتوش ولا تعدى لي للدار، فطر بحذايا، سالته قلت له يا عبد الحميد تعرف شي واحد مهتم بشؤون بحقوق الانسان غير ذلك؟ وقتها عندنا المساجين نتاع الاتجاه الاسلامي، تحرك مع جمله من الاصدقاء يعني كلهم توفوا رحمه الله عليهم، يعني الدكتور حمادي فرحات، علي الارناؤوط، طيب قاسم الى ذلك. فقال لي ما عندنا منصف المرزوقي، فكان ذلك اتصلت به، تلاقينا يعني لمده ساعه في قهوه في بوجعفر في برج ختيجه. كان حوالي الساعه. استغربت شويه لانه على مدى الساعه ما كانش يخزر لي، انا كنت على يساره وهو يشوف في البحر. قلت هذا لابد يكون شاعر. ما دار لي الا وقت اللي قلت له راني انا نخدم وقتها في المغرب وماشي المغرب. قال لي من نعطيك رساله لوالدي. اعطاني رساله بالفعل لوالده في مراكش، يعني من الغدوه رجعت اعطاني رساله. بقينا على علاقه يعني اسمها بزنس نيوز، نشرت اليوم رساله كتبتها لسي موسى المرزوقي في جانفي 2001. وقتها طلب مني يعني اشياء، وعنده بعث لي يعني مخطوط نتاع كتاب باش ننشره الى ذلك. وليت كتبت له واعطيته، فحاولت ننصحه على كل في قضيه الحزب اللي يريد تكوينه. وثم وقتها بدا يتحدث عن تبديل العلم، وبعث لي حتى نموذجا من العلم نتاعو لتونس، ويتحدث على الدستور وإعادة صياغته إلى غير ذلك وإحلال. لكن سؤال يطرح للناس يا أحمد، ينجم يكون عنده تصور بما أنه هو كان حقوقي في الوقت الحالي وكان وقتها وكان معارض، ما كان عنده تصور ممكن يخالف ما هو موجود وقتها. يخالف يعني نحي العلم اللي عاشوا عليه التوانسة أجيال، ويبدل يعني خريطة تونس ويقسمها إلى أقاليم. هذه من صلاحيات الخبير والحقوقي، هذه يعني لازم يكون حولها إجماع وطني. فهمت؟ العلم أنا شخصيا مستعد باش نموت من أجل العلم هذاك. في بنزرت في 61 طوعت في بنزرت من أجل حماية هاك العلم، من أجل حماية البلاد. يجي هو باش تطلع له في دماغه. فهمنا اللي علاقتك بيه علاقة طيبة. أيوة معناتها نجم نقولوا صدق. لا هو بجن يعني هاي فزدت الامور فيه. اطلب منك الالتحاق بحزب لا انا احكي لكم بكل امان. شوف، يوم اللي جاء لباريس في ديسمبر 2001 في النهار الاول نتاع رمضان، مشيت وقتها خرجت من العمليه على القلب، مشيت نستقبل فيه، نلقى كثير من الزملاء اللي يخدموا معه الان مستشارين يستنوا فيه. سلمت عليه قلت له يا سيدي اعتبرني في الخدمه، نعاونك بما استطعت. وشو باش نعاونوا نعرفوا بعلاقات، نعرفوا بصحفيين، نعرفوا بمثقفين عرب وغير عرب. فهمت؟ وكان الامر هيك. في اعطيته التليفون يعني عندنا تليفونات بعض من القديم. قلت له نهارات قلت له ثم فلانة اسمها فتيحة الحيط، هذه جامعية جزائرية وقريبة من الجبهة الاشتراكية اللي في فاس. قلت له تحب تتعرف عليك؟ قال لي اهلا وسهلا. خذينا موعد، تلاقينا فجينا في القهوة. بعدها فتيحة قلت له فتيحة قال وحدك هنا دريج نتحدث عن المنصف. فجلس المنصف اهلا وسهلا مرحبا، حط يديه هيك على الطاولة. قال لي تجي معايا. قلت له وين؟ قلت له المرأة تستنى فينا، حسبت مش نمشي معاه. قال لي لا يجي معايا للحزب. قلت له قلت كلمة كبيرة يعني مش بالطريقة هذه، واحد تجي تدخلني في الحزب. هو طلب استشارة، بينما أنا عام قبل قلت له غلطة كبيرة أن تكون حزب باش يكون رقم يعني في قائمة الأرقام في سلسلة الأرقام. ولا خرج. قلت له هديك المرأة تسلم فيه. قال لي لا عندي موعد مع صار.
فيما بعد ما بكنا يعني وقت اللي كنا نتلاقاو نادرا ما نتلاقاو ولا في ندوات ولا كذا. عندنا ثم في 2003 ندوة كبيرة حقوقية في العالم العربي حاضر فيها هو وأنا وكثيرين. النهار الأول في نص النهار ونص تقريبا وفات الأشغال متاع الصبح مشينا باش نفطروا يعني في المطعم. مشيت خذيت الطبق متاعي كبقية الناس ونشوف في بقعة ثم شي بقعة في القاعة نلقى بقعة قدام المنصف المرزوق. مشيت أخذت سلمت عليه بدينا نتحدثوا وقت يعني معارضين ومنفيين ولا مهاجرين مشيت نتحدثوا على الشأن التونسي. بدينا نتحدثوا على الشأن التونسي. في وقت من الأوقات جاء الحديث عن الأمن. قلت له لكن سي منصف الأمن ضروري للبلاد ما يمكنش بلاد تعيش. قال لي أنت تحب الأمن هز الطبق نتاعه وخرج. معناه خلاص الحديث سيدي أحمد حتى نعجز بالموضوع. لا هذه تبعاته عنده تبعات. هذا اللي